ليه انت كعربي دورك بس تشوف المجزره اللي بتحصل في رفح وتشوف اهلك بيموتوا قدام عينك بكواليتي اتش دي وما تفتحش بقك؟ طب سؤال اهم، ليه اوروبا وامريكا والغرب كله الموقف الرسمي بتاعهم مع اسرائيل بس شعوبهم موجوده في الشوارع وفي الملاعب بيتضامنوا مع فلسطين، في حين ان الانظمه العربيه اللي واقفه مع القضيه الفلسطينيه وبتشجب وبتندد منع شعوبها من التضامن الرسمي والمعلن مع القضيه الفلسطينيه؟ ده في دول كبيره منع شعوبها حتى من التضامن على السوشيال ميديا. متخيل كده شاب غزاوي نزح من الشمال لحد رفح الفلسطينيه وجاب شاشه بطلوع الروح عشان يتفرج على نهائي دوري ابطال افريقيا اللي موجود في مصر الجاره الشقيقه، فيتفاجئ ان الامن المصري مانع رفع الاعلام الفلسطينيه في المباراه، في حين ان العالم كله عادي بيرفع علم فلسطين في كل الملاعب الاوروبيه. طب السؤال الاهم قبل ما اجاوب على السؤال ده، هو اصلا ايه الضرر اللي هيقع على الانظمه العربيه من انك ترفع علم في ملعب او انك حتى تهتف لفلسطين في الشارع؟ طب بلاش، هل مثلا الهتاف في فلسطين في نهائي دوري ابطال افريقيا هيغلي الاسعار؟ طب هو السبب في التضخم؟ طب هو اللي مدمر الاقتصاد؟ هو اللي مزود الديون؟ طب بلاش. مين يا جماعه الوحيد اللي له مصلحه في منع التضامن الشعبي المعلن في القضيه الفلسطينيه؟ انا اقول لكم، اكبر عدو للقضيه الفلسطينيه هو الدكتاتور، لان الشعوب العربيه بتتعلم الحريه من القضيه الفلسطينيه، من المقاومه، وانتوا عارفين الحريه بتجيب حريه، واللي بيهتف النهارده في قضيه تانية او في بلد تانية بكره يطمع ويهتف في بلده، واللي النهارده بيقاوم الاحتلال بكره يقاوم الدكتاتور. القضيه الفلسطينيه فيها كل المعاني اللي بيكرهها الدكتاتور. الدكتاتور مش عايز يشوف التضامن الشعبي المعلن ابدا مع النضال الفلسطيني او حتى مع المقاطعه، لان النضال ده بيزرع جوه الشعوب اهميته كفرد وتاثيره وقيمه الحريه، ودي حاجات بيكرهها الدكتاتور يا جماعه. علشان كده من بعد سقوط الأنظمة العربية الاستبدادية في الربيع العربي، والحكومات والأنظمة العربية شغالة إن هي تمسح ذاكرة الشعوب من كل القيم الجميلة ديت، فما ينفعش بقى تيجي كده ما بين يوم وليلة القضية الفلسطينية تصحي ده تاني جوه الشعوب، لا، أنت لازم تفضل مهزوم نفسيا عشان تفضل خاضع سياسيا للدكتاتور ده. عرفت ليه أنت كعربي دورك بس تشوف أهلنا في غزة بيموتوا ما تفتحش بقك؟ عرفت مين له مصلحة؟